كلمنا عن رحلتك في كلية الطب. اما نجيب حد مشهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم تاني، ودي الحلقة الثانية من حلقات البودكاست. الحد اللي معانا النهاردة حد مميز برحلته، إنسان مثال للطيبة والاحترام والأخلاق، شخص خلوق جدا ودائما بيسيب أثره في المكان اللي بيكون موجود فيه. أي حد بيقابله أو أي مكان بيروحه لازم بيكون فيه أثر الشيخ أو الدكتور محمود أبو الوفا. مرحبا بك يا دكتور. نورتنا جدا في الاستوديو المنتظر. لو رحنا هناك نبقى نورتنا في الشركة بتاعتي، لو واخد بالك يعني. واضح جدا. كلمنا شوية عن الله يبارك فيك، والله يعني مقدمة رائعة جدا قلتها يعني بحقي. يعني أتمنى أكون يعني صدقا يعني هذه المقدمة تنطبق علي يعني جميلة جدا. حقك الله. أتمنى نكون يعني عند حسن ظنكم والله. كلمنا عن رحلتك في كلية الطب عامة، تمام. من أول بداية من الدراسة يعني كل سنة بياخدوا إيه عامة كده. أكيد في ناس بتسمعنا وحابة تستفاد من في الحتة دي يعني، عشان ما يدخلوش يتفاجئوا. يعني النصيحة ليك، يعني أهم حاجة زي ما قلنا أنت هتخش على فترة جديدة بالنسبة لك، دراسة مختلفة يعني كلها مثلا بالإنجليزي. عموما الكلية مختلفة تماما على نظام الثانوي يعني. فدي مرحلة انتقالية تبقى كبيرة شوي، فده اللي يعينك انك تشوف حد اكبر منه يساعدك يوجهك. دي هيوفر عليك كتير 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 صراحة. فيا ريت مثلا انت هتسكن مع حد يكون في حد موجود اكبر منك في نفس الكلية، ده هيساعدك يعني. دي مفيدة جدا، لأن هو بيوفر لك الخبرة الخبرة اللي هو أو المواقف الكتير اللي هو مر به، هو بيلخصها لك ويديها لك جاهز يعني. هل كان عندك صورة معينة أو تخيل لكلية الطب لما دخلت لقيت غير كده؟ يعني انت في الاول هتبقى زي متحمس اكتر داخل طبعا، عندك شغف انك داخل حاجة مثلا كان حلم ليك. بس يعني هو مثلا قبل ما تيجي تظهر اصلا، يعني اخويا قال لي عليها مش هي الكلية اللي تزعل عليها. ايه كلمة شوية في البداية تقول انت مش مصدقها، ايه الكلام اللي بيتقال ده يعني او كلية كده. الطب هاي ازاي مش هي اللي زعل عليها؟ اللي زعل عليها. هاي. ولكن لما تخش هتكتشف صح يعني، ان في ضريبة جامدة انت بتدفعها يعني، سواء ضغط نفسي وضغط ذهني. لا يعني هي مرهقة جدا. ايوه طبعا مهنة عظيمة وشريفة وكل حاجة، زي ما قلنا كل حاجة لها تكلفة او الضريبة بتاعتها. فانت يعني لو ربنا ما وفقكش للكلية، اكيد الخير في مكان تاني ليك. مش هي يعني زي ما يقول الناس متخيلها الجنة يعني، لا والله. يعني دايما حط في بالك ان ربنا وفقك ليه هو ده الخير ليك. رزقك مكتوب لك عامة، بالظبط. سواء في الكلية أو في غيرها. التخصص الأكثر اللي شدك للكلية؟ وعموما يعني انا مثلا لسه في البدايات، احنا اول سنتين ونص بندرس دراسة اكاديمي، يعني شوية نظرية يعني بعيدا عن التخصصات اللي بنسمع عنها، مثلا ده باطنة، ده عيون، ده جراحة، ده مش عارف جهاز هضمي وهكذا. فأنا لسه في البدايات يا دوبك بدرس جنرال عموما. بس أنا عموما يعني ملت شفت الحاجة اللي عجبتني الباطنة عموما، يعني إنك أنت بتتعامل مع حاجات بتشوفها قدامك، فده بيحسك إنك أنت صح أنت ابتديت في الطب يعني. ابتديت تشوف عيانين فعلا. أيوه. إيه أكتر موقف أو حاجة شفتها قدام عينك يعني حصلت معك، أو موقف حصل معك خلاك تحس بقيمة المهنة دي؟ هو يعني مش موقف معين أو عموما أنت لما تشوف مثلا حد قدامك تعبان يعني أو مريض، خصوصا لو كان شخص أنت يعني بتعز عليك يعني أو قريب منك، فأنت بتبقى نفسك ده بيخليك تتمنى إنك تكون في المستقبل دكتور شاطر يعني، إنك أنت هتكون سبب في فرحة مثلا الشخص واللي حواليه. ما هو أي شخص بيجي أو تعبان أو مريض ليه أشخاص حواليه بيبقى عزيز عليهم ونفسهم يفرحوا إنهم يكون كويس وكده يعني. فدي يعني بأكتر الدوافع إنك تحاول على قد ما تقدر لما تتخرج تكون دكتور كويس يعني. فأنا حصلت معايا قبل كده اللي هي الحالة اللي قلت لك، أنا حد كنت بحبه جدا يعني،
وكان في فتره مريض وانا مش عارف اساعده، اللي هو تمام راح لدكتور واثنين ثلاثه ما فيش فايده، بس انا حاسس ان انا عاجز، يعني انا أي. برضه مش قادر اقدم له خدمه يعني. فدي حاجه بصراحه خلتني اقول يا ريتني دخلت طب. أي. كليه الطب صعبه جدا، الدراسه صحيح. فيها صعبه، صحيح. والمجهود اللي بيبذل فيها صعب. فايه الدافع؟ ايه الدافع اللي يخلي حد يعني ايه ضيع عمر زي يكرس، لا مش هيضيع يبذل مجهوده ويحط وقته وطاقته في 7 سنين انت قلت لي من شويه، ده قبل ما يتخصص. أيوة. ايه الدافع اللي يخليه يعمل كده؟ والله هو أول حاجة يعني إخلاص النية لله عز وجل، إنك تبقى نيتك خالصة لله، فأنت كل لحظة تعب دي هتبقى بأجر، فدي هتهون عليك. زي ما قلنا برضو إنك أنت شايف نفسك يعني حد هيجيك في أضعف حالاته، فأنت بتتعامل معاه وتخليه يبقى كويس ويتحسن وهو يفرح ويكون اللي حواليه فرحانين. فأنت عموما إنك تسعد غيرك، نحن بطبيعتنا البشر بنفرح ده، بنفرح بكده يعني. أو أغلب البشر يعني اللي نفسيته سوية هيفرح بفرح غيره. قابلت ناس كتير، طلاب كتير خالص في طب قعدت معاهم اصدقاء يعني. كان الدافع من الدوافع اللي خليهم حابين الكليه دي، حابين المكان ده يعني، انهم في يوم من الايام هيلقوا حد يدعي لهم وهم مش عارفين. صح، دي برضو فكرة حتة جميلة جدا يعني. ان حد يدعي لك انت مثلا بشكل من الاشكال ساعدته، وروح البيت انت نمت وهو ولا يعرفك شخصيا ولا تعرفه، وبيدعي لك، ممكن بيدعي لك هو واسرته صح. بسبب مساعده منك. اعتقد ان ده المفروض يكون هدف سامي في كل المهن يعني، او كل الشغلانات. أي حد يقدر يقدم خدمة لأي حد. بالظبط، اي حد يقدر يقدم خدمه، يقدر مساعده سواء طبيه او يعني ايه، او خبره هتساعد ناس تفيدها بخبرتك بمجهودك. اعتقد يعني اكثر او افضل حاجه ممكن حد يحصل عليها هي الدعاء، يعني صح. بعد الاجر طبعا، الاجر صحيح. عند الله، ولكن الدعاء ان حد يدعي لك حاجه جميلة جدا جميله يعني. جدا يعني. لو رجع بيك الزمن قبل ما تدخل كليه او قبل ما تدخل ثانويه عامه بالظبط، آه. ايه اكثر 3 نصايح هتنصحهم لنفسك؟ والله يعني الواحد كان المفروض يعطي وقت أكبر للقرآن يعني. كان برضو يتمنى إن يكون في حد يعني إيه ملازم لي أكتر بحيث يوجهه بشكل أكبر يعني. دي الواحد عارف بيحاول على قد ما يقدر حاليا، لما يلاقي أي حد في البدايات دي أو ابتدى يسلك الطريق، إن هو يساعده بكل ما عنده بحيث عشان يسد اللي ما قدرش الواحد يتوفر ليه يعني. فأتمنى لأي حد مثلا في السن المبكر مثلا إعدادي في بداية الثانوي، إنه خصوصا لو كان يعني هو في طريق القرآن يعطي أكبر وقت. لأن زي ما نقول إيه، ده السنة دي كل سنة بتعدي مشاغلك بتكتر، وقتك المتاح بيقل، فده ضغط بيزيد. فأنت أكتر حاجة استغلها في الوقت ده قلنا منها القرآن. ثاني حاجة ممكن تزود أي مهارة عموما، تتعلم مهارات يعني، مبقاش عندك مقتصر في حاجة واحدة. أنت أصلا لسه أنت تبقى إيه، مش عارف أنت رايح فين. واكثر سن بيكون عندك وقت وطاقه. صح. وقت وطاقه يعني، بس المشكله ان احنا بنضيعهم في حياه اللي هو بعدين تافه. يا انا كان ممكن ابقى رائد اعمال في الفتره دي يعني. هتلاقي أغلب الشخصيات الناجحة عموما هتلاقيه من وهو صغير بدأ يتعلم مثلا كذا كذا، فده فاده. حتى لو بحاجات بسيطة، مش بتكلم انك تروح تصعد الفضاء يعني. أيوة. لا، من المتاح حواليك تتعلم. ممكن حتى لو وقفت مكان مثلا مع حد بيصلح حاجة تبقى تتعلم. فانت كل ما عندك مهارات، كل مهاراتك زادت احتياجك للغير يقل. او اي حاجه بتتعلمها اصلا بتفيدك. صح. عامه مفيش حاجه بتتعلمها مش بتفيدك، حتى لو انت اتعلمت كورس معين، او يعني هنتكلم عن كليه مثلا. في اغلب الكليات الطالب بيلقى مثلا مواد في اولى بيقول ده هيفيدني، الكورس ده هيفيدني في ايه؟ ايوه صح. بندرسه وبناخد عليه درجات وهندفع له فلوس، هيفيدنا في ايه؟ بنكتشف مثلا في السنه ثالثه او في السنه رابعه ان فعلا الماده اللي خدتها في اولى دي فاتك وانت ما كنتش عارف. لذلك اي حاجه انت هتتعلمها اكيد بشكل من الاشكال هتفيدك يعني. صحيح. حتى برضه من الحاجات اللي تساعدك اللغة، تهتم بيها مثلا، دي هتلاقيها في كل حاجة. اللغه مهمه جدا طبعا، مهمه جدا.
في اي حاجه انت محتاجها بتعمل سيرش بتلقى المحتوى اللي طالع لك باللغه الانجليزيه صحيح. اكتر بكثير باللغه العربيه. اللغه لو في لغه معينه برضو غير الانجليزي انت المفروض تتعلمها عشان تبقى ماسك زمام الامور يعني كلها، هي الهندي. الهنود بصراحه ما سابوش اي حاجه الا شرحوها. وتدخلوا فيها وبقوه ما شاء الله عليهم. بص في البرمجه، في الهندسه، في الطب، في اي مجال داخلين بقوه بقوه ما شاء الله عليهم، خصوصا في البرمجه يعني. صحيح. تلقى واحد هلو براذر الفيديو كله إيه. بص حاجه مبهره يعني. هو بيتكلم انجليزي بس انجليزي مكسر. هندي انجليزي في هندي. اكسنت هندي. ايوه، حتى برضه في فيديوهات شروحات برضه في الطب وكده هتلاقي هندي برضه.